بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الفيديو جديد تاعنا قبل رمضان. حبيت نشارك معكم بعض من الطلبيات التوعي اللي هي العجينة المورقة. في هذا الويكاند اللي ما تعرفش تخدم لاباط فيتي ان شاء الله تتعلمها. اول حاجة نجيبوها الميزان تاعنا. اني سرعت لكم بزاف في الفيديو راني عارفة بخد شوية طويل. شاركت معكم زوج وصفات هنا شوفوا انا راني درت 500 غرام تاع فرينه. لو بلون دو طرافاي تاعي ما يكفينيش باش ندير كيلو، ندير بال 500 باه نقدر نحلها مليح. نوزن 500 غرام تاع الفرينه كيما تشوفوا. انا نوزن زوج باسينات كيما هكا. الباسينه الاولى هذه وباسينه الدوزيام نزيد ندير فيها 500 غرام تاع الفرينه. قلت لك اسهل ما يكون توجدي تقريبا 2 كيلو في هذا الويكاند. باكي تاع زبده يدير لك 2 كيلو تاع لاباط فيتي. هنا الفانيله تاعي درت لها الملح ودوك ندير لها مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه كبيره تاع الخل، وفنجال الزيت. بيان سور الكاس تاع الماء نطمو به. انا ما ندير كاس ما بارد ما والو، من الحنفيه ولا من الماء عادي ندير الماء تاع الدار. قلت لكم خففت لكم الفيديو خاطر الفيديو طويل. شاركت معكم فيه زوج وصفات ماشي غير لاباط فايتي. هنا نبدا نطم في العجينه تاعي. العجينه تاعي نطمها طريه. قلت لكم العجينه تاعي انا نطمها طريه وما نطمهاش يابسه. دوكا كي تشوفوا فيها ندخل الماء ندير حوالي كاس وشويه من الفنجان زدت عمرته بالماء ونخليها ترتاح لي واحد النص ساعه. واحد نص ساعه وهي ترتاح. شوفوا نعجنها غير شويه 2 دقائق ولا 3 من نديرها جاريه باش يدخل الزبده تدخل لي مليح في العجينه ديالي وتخدم لي بيان. مي كي تكون يابسه تعذبني شويه بالحلال كيما انا نخدم هكا الطلبيات. كتافي يطيحوا لو كنديرها يابسه يعني تعذبني بزاف في الخدمه تاعها. شوفوا هكا كيما تشوفوا فيها الجاريه. خليها ترتاح قلنا حوالي نصف ساعه. هنا جبت الميزان تاعي. شوفوا انا نخلي بزاف هاد لي بابي اللي يجي فيهم كرواسون لي بتيت بان والبريوش. هاد لي والله غير يساعدوني بزاف. وشنو داك الكارت اللي يكون يتشبه الورق المطبخ خليوه ما ترميوهش. طيبوا فوقه ولا حلوا فوقه لاباط فيتي كيما انا هكايا. حطيته في فوق الميزان باش ما يوسخليش الميزان. وزنت 250 غرام تاع الزبده. وهنا بديت نحل فيها هكايا باش نبدا نخبط فيها بالحلال. انا ما نحبهاش بسكرفاج يعذبني سكرفاج. ما يجي تغسل ما يجي تواسى. عذاب. انا نحبها هكا نقعد نخبط فيها ونطري فيها حتى تولي كي العجينه الطريه باش تدخلي مليح في العجينه ديالي. الزبده ديالي شوفوا كيفاش نخدمها. شوفوا نقعد غير نقلب هكذايا الزبده ديالي وبالحلال ونخبط هكا. شوفوا درت فوقها ورق المطبخ. قلت لكم تحبوا هاد الورق المطبخ تحبوا هذوك الساشيات تاع لي كرواسون لي بتي با. قلت انا ما نرميهمش نستعملهم تحت سنيوات كي نطيب كاش حاجه هكايا نستعملهم كي ما يكونش عندي ورق المطبخ في البيت يعني كي خلاص لي ولا نستعمل هادوك نقعد نحل فيهم حتى شوفوا لي كيف العجينه ولات طريه. في لو بلون دو طرافاي ديالي لازم دائما تكون لا فارين هكا. ندير الفرينه. شوفوا العجينه تاعي نعجنها حوالي 3 دقائق حتى شغل نقولوا تولي ملساء ونبدا نحل فيها. نبدا نحل فيها هكذا كيما راكم تشوفوا باش تجيني باه نحط الزبده ديالي يعني نحط في النصف الزبده والنصف باش نغلق. ان شاء الله ما نكونش كثرت عليكم الهضره بزاف مي اسهل طريقه توجدي بها لاباط فيتي. شوفي انا حطيت هكايا زدت حليت باش تغلق لي العجينه هكذا راهي غلقت لي. نزيد لو بلون دو طرافاي تاعي الفرينه باش ما تلصقليش خاطر قلت لكم على الاول تكون طريه ساع فيها برك. شوفوا بصح تمشي تمتم. شوفوا الزبده كيف كي راني نخبط فيها كيف راهي تطلع وتحبط وحدها. العجينه ما عذبتنيش كامل. شوفوا في الوسط نحبط ومن بعد نعاود. شوفوا من الوسط نعاود نحبط ولا من الوسط ونطلع كيما هكا. نحبط برك نحبط للتحت يعني نحبط الزبده تاعي للتحت هكا. نحلها كامل مليح وسي باش الزبده تاعي ما تخرج. شوفوا اني نخدم فيها نورمال يعني ما تعذبكم سورتو لا درتو في لو بلون دو طرافاي تاعكم الفرينه.
نبدا نخدم فيها ونجبد. قلنا حذري باك تخرج لكم الزبده من العجينه، ما كلش يخرج لكم ان شاء الله مليح. هنايا غلقتها لو بروميي تور، يعني ندير طيه فوق طيه فوق اختها، يعني ندير وحده فوق اختها، ما نغلقش كيما الكتاب. ونبدا نحل فيها كيما راكم تشوفوا في الحلال. راني خففت لكم شويه السرعه باش تتبعوني وتجيكم الطريقه سهله. نقعد نخبط فيها في الحلال، يعني نطلع هذيك الزبده ونحبطها، ومن بعد كيما تعودتوا دائما قلنا من الوسط ونحطوه لتحت، ولا من الوسط ونطلعوا للفوق. شوفوا نعاود نولي للوسط ونحبط لتحت للوسط ونطلع للفوق، ما نعاودش نرجع الزبده اللي نديها، ما نعاودش نرجعها، ونحلها بالعقل. الا حسيت الحاله لصقت ندير شويه في لو بلان دو طرافاي ديالي الفرينه. هنايا نقعد نقلب فيها يسمى نعجنها من ومن هيك. انا ما نخليهاش كاع تريح، قلت لكم في نصف ساعه نكمل كيلو، اسمها 2 سوايع ماكسيموم تكوني كملتي 2 كيلو تاعك. ديري طل تخدمي فيها 4 فوا في رمضان باذن الله. قلت في ويكاند هذا باك تخدمي. دوكا نطويها ليدير تور التوعيه. هاكو شفتوا كيفاش طويت الطويه الاولى والطويه الزوجه، وخليت هذاك لو فيد باش زدت غلقتها ودرتها كيما الكتاب هكا. راني بديت ندير في لو تروازيام تور، اسم هذه نعيطولهم دو تور. هذه كلش حنا لازم نديرو 5 تور. التور الاول حليتها كيما حليتها معكم مع الاول، ما حبيتش نطول عليكم لا فيديو. حليتها مليح 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 وعاود طويتها كيما شفتوا طويتو. هنا نزيد نحلها، هنا يعني درت لي 5 تور التوعي. انا بعد ما عطيتها نزيد نحلها، قلت لكم ما نخليهاش كاع تريح، نعاود نحلها. هذه الاخيره، الحله الاخيره التاعي كما نقولوا الدوره الخامسه. خلاص هنا راني كملت. نزيد نحلها مليح ونحكمها، نقطعها شحال نحب ونخبيها في الكونجيلاتور تاعي. وإلا حبيتي طيبيها تمتمش عليه كل شتك وديريها وطبقيها واش تحبي. هنا شوفي الفيتاج ديالنا، حبيت نوري لكم لو فيتاج كيفاش اخرج ونوزنها لكم وتشوفوا شحال خرجت لي. انا وزنتها هنا يعني خاطر عندي واحد الزبونه حبت ارطل. بعد ما كملت كامل لي كوموند تاع لاباط فيتي، هنا جينا لوصفه لي سيجار. هنايا الكاوكاو ديالي انا نخدمه مليح، ما حبيتش ندير لكم فيديو ونطولوا في الفيديو ويجي طويل بزاف، قلت نهضرها لكم وان شاء الله نشارككم بالفكره وتعجبكم قبل رمضان وتوجدوها. عندي الكاوكاو ديالي نغسلو مليح مليح مليح، نكون نغلي الماء من قبل، نحطو في الباسينه تاعي، نحط الكاوكاو تاعي، ندير لاغوم تاع لافاني، ندير لاغوم تاع اللوز، وندير معاها لافاني اون بودر، ندير حتى قشور القارص، ونحط هذاك الماء مغلي فوقو. ونقول لكم نحط الماء مغلي فوقه ونخليه نخلي هذاك الكاوكاو حتى يبرد تماما. نصفيه مليح، نخلي هذاك الماء تاعو يقطر عليه، نشعل الكوشه ابتي فو ونخليه ينشف لي من ماء. كل يوم نقولوا نشفو نهار الاول واحد الساعه ابتي فو، نهار الزوج، نهار الثالث الا كانت الشميسه في الطاقه نغطيوها مليح مليح ونحطوه في الشميسه. كل ما ينشف مليح كل ما يجينا الكاوكاو مليح وتتنحالو الصياشه ديالو. هنا الكاوكاو تاعي حمصته شويه لاخاطش انا رحيت هنا واحد 2 كيلو على جهه. كيما في هاد لي اشواغ نصيحه هما هايلين ويرحيو مليح، مي كي تكثري بزاف منه يحبس. واش نقول لكم بديت نرحي حتى حبست الفيديو، حبس لي استنيتو ريح باش عاود ديماريت ووليت نخدم به. هنا نصفي قلت لكم بالكسكاس نصفي هكا بالبوسيار ديالي نواسي، خاطر نحب هذاك الكاوكاو اللي يجي مكسر من الفوق اللي يجي خشين. انا نسحقه في بعض الحلويات اللي نخدمهم. هنا قلت لكم رحيت حوالي 2 كيلو تاع الكاوكاو. وممكن كي نبدا ندير في الكاوكاو ندير لاغوم تاع اللوز، دائما نستعملها في الحلويات ديالي. هنا رحيت كامل اللوز ديالي، شاركت معكم كيف رحيتو باش بديت نواسي نشكل لي سيجار ديالي. كانت عندي طلبيه تاع لي سيجار خدمتها. نرحي هنا الكاكاو تاعي، يعني نوجدو رمضان يعرف يجيو لي طلبيات اسمها يلزم عليا نخدمو. ما منتي سيداتي اختي الكريمه باش نقولوا تحبي كاش حاجه
توجديه تحطيه ما تحطيه في الفريجيدير ما يصرالو والو الكاوكاو، توجديه تحطيه نهار تنفح لك على كاش حلوة، على كاش سيقة ولا صمصة ولا أي حاجة تحبيها، تجبدي تصيبي الكاوكاو تاعك واجد ومرحي ومحمص وواجد، يعني تقدري حتى وين نقولوا تحمصيه غير أبتيف باش تنحلو ديك البرودة تاع الفريجيدير، خاطر إلا حبيتي تحطيه في الفريجيدير كي يكون زمان الصيف، أما في زمان الشتا تقدري تخليه برا هكدايا. أنا لحيت كامل الكاوكاو ديالي، إن شاء الله برك ما نكونش طولت عليكم في لا فيديو ديالنا. هنا نبداو في الحشو تاع لي سيجار دياولي، انا من نديرهم نحلو تركتني حتى حاجه راني عارفه هاد الزبونه طلبت حاجه بسيطه، عندي 3 كيلات تاع الكاوكاو تاعي مع الكيلات تاع السكر نخلط مليح، مغرفه كبيره تاع الزبده باش يقعد الحشو تاعي دائما طري. شوفوا خليتها زبده طريه هكذايا. ندير هنايا القرفه بيان سور باش تجيب بنينه الحلوة ديالي، وعندي قلت لكم لاغوم تاع اللوز، ندير كمية هادية خرجت لي حوالي 26 ولا 27 كويرة تاع 25 غرام، نخلط مليح الزبدة تاعي ندخلها كامل في هذاك الكاوكاو، نخلط هكا بيان ما بين يديا. شوفوا من بعد نبدا نزيد في المزهر، نبدا نزيد تدريجيا في المزهر، انا ما نبلهاش غير بالمزهر، نبلها بالبيض باش ما تخرجليش الحشوه ونضمنها تجي الحشوه في بلاصتها ما تخرجليش. هنا نبدا ندخل في المزهر باه يذوب لي هذاك السكر ونحك مليح يعني باش ما يقعدش هذاك السكر يغزغز لنا في الحشو ديالنا. جبت الكمية تاع البيض وبديت نكمل نطم فيها حتى تنطم لي وتتشكل لي كويرات نقدر نتحكم فيهم وما نخليهاش تجيني جارية، وإلا جات لكم شوية لا نورمال يعني ماشي مشكل، ما تخافي ما والو، زيدي غير شوية تاع الكاوكاو وانتي طميتيها. شوفوا انا هنا تشكلت لي الكرة، نوزنهم كامل 25 غرام، حبت الحبة كبيرة، الا حبيتوا الحبة صغيرة انا الديول تاعي دوك تشوفوا كبار الله يبارك، الا حبيتوا الحبة صغيرة ديروا 15 غرام، الحبة كبيرة ندير لها 25 غرام، تجي الحبة كبيرة ما شاء الله، ولا غير تقدري تقسميها على جوج خطرات، واللي ياكل جوج حبات ياكل حبة، واللي ياكل حبة ياكل نص. ها هم الكمية تاع الكاوكاو اللي قلت لكم الحشوة اللي خرجت لي، يعني كي تاكلي حبة تشبعي مع اللي تتعسل وتتقلى، يعني راكو تعرفوا لي سيكا كيفاش يجيو. شوفوا ديول تاوعي ما شاء الله الله يبارك ربي يحفظها، هذه اللي تخدمهم انا نشتريهم من الحانوت، يعني مانيش عارفه شكون نقول لها ربي يحفظك الله يخلي لك يديك ان شاء الله كاع يخدموا الديول كيما هي. هنا خليت انا شويه بياض البيض، هنا ندير شويه بياض البيض باه نغلق نضمنها ما تنحليش كامل، ونبدا نغلق ونزير. هذه نسيت ما زيرتهاش كانوا معايا الدراري، من بعد عاود حليتها وزيرتها حتى نكمل 24 حبه تزيينه كومبلي تاع لي سيجار، يعني قالت لي ديري لي تزيينه كامله تاع لي سيجار، ما نقدرش نديرهم، قلت لها ان شاء الله وباذن الله ندير لك الطلب ديالك. شوفوا هكايا غلقتهم مليح خليتهم في الفريجيدير حتى وين جات وداتهم. شاركت معكم هاد الوصفات للتحفيز باش تنوضوا توجدوهم في هاد الويكاند، ما بقاو واحد 3 ايام من رمضان باذن الله، باش نهار الاول تاع رمضان تصيبي لي سيجار تاعك وجديد لاباط فايتي تقدري توجديها نهار الاول ولا نهار الزواج، يعني تصيبي كلش واجد. نحفزكم ونقويو بعضنا باه نخدموا ونكونوا دائما نشطاء. ها هي الكميه، شوفوا لي سيجار تاعي شحال جاو كبار الله يبارك ما شاء الله، وهاوليك لاباط فايتي تاعي، راني خدمت شحال من طلبيه تاع لاباط فايتي وريت لكم غير هادوما، وعندي لي سيكا دياولي. ان شاء الله ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو، وانا